إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين من النار. أيها المسلمون عباد الله، ذكر الله سبحانه وتعالى صفة عظيمة جليلة للمؤمنين لا يستقيم إيمانهم ولا يستقيم إسلامهم إلا بتحقيق هذه الصفة. هذه الصفة هي الفارق الذي تفرق بين الحق والباطل. هذه الصفة اتصف بها الأنبياء واتصف بها المرسلون واتصف بها الصادقون. صفة من الصفات الجليلة والعظيمة صفة اتصف بها أهل الإيمان، وبها يميزون بين المؤمن والكافر. ذكرها الله جل وعلا في أواخر سورة المجادلة، فقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما أبدا يدعون الإيمان ويقولون نحن من أهل الإيمان، ومع ذلك يوادون من حاد الله ورسوله، من أعلن الكفر بالله وبرسوله، ومن أعلن محاربة الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان هؤلاء من أقرب الناس إليك، ولو كانوا آباءهم
غاية، وهي عبادته وحده لا شريك له. خلقنا الله سبحانه وتعالى وجعلنا من خير الأمم التي أخرجت للناس بسبب قيامنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنعم الله جل وعلا بنعم عظيمة وجليلة، حيث اختار الله لنا هذا الدين. اختار الله لنا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أرسل الله لنا أفضل الرسل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنزل الله عز وجل علينا أفضل الكتب وهو القرآن، وجعل هذا القرآن فارقا بيننا وبين أهل الباطل، نهتدي به في الظلمات. تكفل الله بحفظه من التحريف وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين وأوجب علينا سبحانه وتعالى أن نحافظ عليه من كل ما، فإن الله جل وعلا سيأتي بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذا الدين أمانة في رقابنا جميعا نذود عنه بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. وهكذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه معناها عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء وهي أن توالي الله ورسوله والمؤمنين، وأن تحب ما أحب الله ورسوله. والبراء أن تتبرأ ممن حاد الله ورسوله، وممن حاد الله وعادى رسوله، وممن أراد لديننا الخراب. فنحب في الله ونبغض في الله ونعادي في الله ونوالي في الله. الدين لا يعرف جغرافيا، لا يعرف حدود، لا يعرف نسب، لا يعرف قبيلة. الدين للجميع. فمن تمسك به رفعه الله به، ومن تركه خذله الله. من عاد هذا الدين سنعاديه، ومن حارب هذا الدين سنحاربه، ومن نصر الدين سننصره وسنحبه، أن ذلك يحبه الله ورسوله. فما لا محاباة في دين الله ولا مجاملة في دين الله. نوح عليه السلام دافع عن ابنه ودافع عن ولده عندما أغرق الله قوم نوح، فإذا بابنه يشد ويذهب مع الكافرين فينادي عليه أبوه نوح وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الناس. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ابن نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك
إنه حاد الله ورسوله، إنه عاد الله ورسوله، فكان مع القوم الكافرين. يا نوح أنت نبي واخترت طريق الخير، وهذا ولدك، ما ينفعه أنه ولدك وأن أبوه نبي، ما ينفعه ذلك. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. يعتذر نوح، يتأسف نوح، يعتذر مما قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لا تدافع عن أهل الباطل ولو كان ابنك، لا تدافع على أهل الباطل والذين اختاروا طريق الباطل ولو كان من أقرب الناس إليك. فلست أفضل من الأنبياء، ولست أفضل من الرسل ولا من أبنائهم. إبراهيم عليه السلام تلطف بأبيه وقومه، أي تلطف يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إنه قد يأتي من العلم ما لم يأتي، يا أبتي يا أبتي، كلمة من أفضل ما تقال في حق الآباء. ولكن أبوه اختار طريق الضلال، ولكن قومه اختاروا طريق الضلال. فقال الله لنا، قال الله لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، عداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. لا مجاملة في دين الله، لا مجاملة. إذ قالوا لقومهم لقبيلتهم لعشيرتهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبأفعالكم وبعبادتكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يعلنها إبراهيم أو الأنبياء أو المرسلين. ما دافع عن الكفر وأهل الكفر. اليوم خرجوا لنا أناس أعلنوا الكفر صراحة، بنوا على المصاحف وتبوأوا عليها وأعلنوها من عشرات السنين، والكثير الآن خرج مدافعا بأسماء مستعارة أو معلنة. أنا أسميهم كلاب السحرة، المدافعين عن السحرة أسميهم كلاب السحرة والمشعوذين، أسميهم بهذا الاسم. ولو كان رجلا لأظهر نفسه واسمه وصورته إذا كان على الحق. نحن على حق ونتكلم جهارا نهارا. قوتنا هو الله، سلاحنا التوحيد، العقيدة التي من أجلها نحيا ومن أجلها نموت ومن أجلها نعيش. فلا عشنا إذا رأينا الباطل يسري بيننا فأوقفتنا القرابة والخليلة والصهارة والأخوة
الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشباههم. وهذا نوح مع ابنه، وهذا إبراهيم مع أبيه وقومه. تبرأنا إنا براء منكم، أعلنوها صريحة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إبراهيم مع كفر أبيه بدأ يستغفر لأبيه، يستغفر، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولهذا قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه. ولا يعاب على ذلك أي إنسان يتبرأ من أي زنديق يحتاج إلى الزندقة والكفر، رجلا كان أو امرأة. الباطل يسري بيننا لأننا متسترين عليه، أهل الباطل اشتغلوا فينا لأننا متسترين عليه، ولأننا ما نريد الفضايا وما كذا أبدا. وإنه لعز وشرف أن تأخذ بأذن وبيد من هو تحتك إذا سلك طريق الباطل تنقذ الناس والآخرين. أما إذا سكتنا على الباطل فنستعد للأمراض والأوجاع. السحرة أذلاء، السحرة ضعاف، لا أحد يفهم منهم أبدا، فقط نحتاج إلى شيء واحد وهو التحصين. لأن الله عز وجل يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول الرسول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ليس الضعف ضعف البدن، وليس بالقوة قوة البدن، ولا العدة والعتاد. القوة قوة الإيمان، قوة الدين، قوة العقيدة. سنواجه إبليس لو خرج بعقيدتنا بديننا، سنواجه إبليس لو خرج بهذه العقيدة الربانية، لأن هؤلاء الشياطين يستمدون قوتهم من الشياطين وهم ضعفاء، ونحن نستمد قوتنا من السماء، نستمد قوتنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عباد الله الولاء، نرسخ عقيدة الولاء والبراء بيننا. سنحب الشخص ولو لم نعرفه إذا كان على ديننا وعقيدتنا، ونبغض الشخص ولو كان أقرب الناس إلينا إذا خالف ديننا وعقيدتنا. هكذا يقول القرآن. هذا الكلام ليس من كيسي ولا من جرابي، هذا كلام الله. لا تجد قوما مستحيل يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشباههم. مستحيل. وإذا وجدت شخصا يدافع على الباطل وأهله فأخرجه من الآية، أخرجه من هؤلاء القوم. لا تكن كالبهائم الذين قال الله فيهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من
الباب لأن فيها خير، فيها رجال، وستطهر بإذن الله من هذا الرجس وهذا النجس الذي آذى وأشعل الفتن في البيوت، لدرجة أن البيوت تفرقت، لا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته ولا التاجر امتسك معه المال بسبب الحقد والحسد والشياطين. فلما أظهرهم الله اليوم يتكاس، وأظهرهم الله اليوم وقال الله لنا هؤلاء أمامكم، بعد ذلك نرجع إلى الخلف. لا والله لن نرجع حتى الأرض لنا أولى ننقل الآخرين أن نحن عرفنا ورمانا، لكن ننقل الآخرين، ننقل ما تبقى، نجعل أطفالنا في المستقبل يعيشون في سلام، نجعل بناتنا العروس يعيش في سلام والشاب يعيش في سلام. بعض الناس قالوا والله أننا نزوج عيالنا وأيدينا على قلوبنا، نخاف ماذا سيحصل بعد الزواج من صياح وصراخ وفتن ومشاكل. فعلا أن هؤلاء أمن العقوبة وعاشوا بيننا وأفسدوا في عوائلنا وأسرنا. أسأل الله أن يغفرهم جميعا، أسأل الله أن يدمر السحرة والمشعوذين، أسأل الله أن يغفرهم جميعا وأن يطهر منهم البلاد والعباد، إنه على ذلك قدير. أقول ما سمعتم واستغفر. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد أفضل الخلق وأفضل البشر، يتبرأ من أقرب الناس إليه، يتبرأ منهم لما حادوا عن دين الله، يتبرأ من عمه الذي رباه أبو طالب ودافع عنه وحماه من المشركين، لكنه حاد واختار ملة عبد المطلب، اختار عبادة الأصنام على عبادة رب العباد. لم يكن ساحرا ولم يرضي المؤمنين، دافع عن المؤمنين، لكنه كفر بالله فتبرأ منه. في البداية لما مات أخذ يستغفر له، قال له علي بن أبي طالب يا رسول الله تستغفر له وقد مات مشركا؟ قال انهى عن ذلك. ما نهاني ربي والله لأستغفرن له، ما نهاني ربي. ثم نهاه ربه. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كان عمه ولو كان أبوه ولو كان أخوه ولو كانت أمه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام تبرأ من عمه وهو حي وهو الضلال، وأنزل الله آية تقرأ إلى يوم الدين تبت يدا أبي لهب وتب. هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا عمي لا أحد يقراها، ما قال احترموا شعور الرسول. الباطل باطل والحق حق. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. نعم،
يجب أن نعرف أن الولاء والبراء من أصول الدين، ولا يجوز لأحد أن يدافع عن الباطل وأهل الباطل. لا نوالي اليهود ولا نوالي النصارى ولا نوالي المشركين ولا نوالي من أظهر ردة وكفرا، وأي كفر أعظم من أنهم يبتهلون القرآن ويلبسونه تحت أقدامهم. لا أحد يقول لك أنا ساحر لكني ماهين القرآن كذاب، والشياطين لا يقبلون منه حتى تأخذ القرآن وتهينه وترميه في الحمامات والزبالات، ويلنا مصاحف نتنة مليئة بدم الحيض، مليئة بالأبوال، مليئة بالقذارات، وأناس بيننا ويعيشون بيننا وفي أوساطنا ويظهرون لنا أنهم من العباد وهم من أنجز وأنجز خلق الله. فلا تدافع عنهم، لا تدافع عن السحرة، مع أننا نقول لا يجوز لأحد أن يتهم أحدا بالظلم. المتهم بريئا ما لم تثبت إدانته. ثبتوا فليقول قائل هذه الساحرة تطلع بيت الفلاني، هذا الساحر صرح بفلان ما يدري، هو أصلا ما يعرف، هذا هو الأصل. اكتشفنا سحرة من داخل بيوتنا ونحن لا ندري، يخفون عنا ذلك، أسخروا فينا، أودعوا فينا، فعلوا فينا ما لم يفعله إبليس، ما ندري. فليس معنى أن فلان يمشي مع فلان إذن هو مثله، ليس معنى أن فلان أخته ساحرة إذن هو ساحر، زوجته ساحرة إذن هو ساحر، لا، هذا غلط. ولكن كيف نبينهم بعد إمساك الشبكة، بعد التحقيق إذا اعترف عليه ساحر أنه معه، نقول يا فلان اعترف أنه يشتغل معك، تعال نواجهك به، بلغ نفسك أمامه، تعال هنا بلغ نفسك، احنا نتهمك هذا فلان قال أنك معه في الشبكة، تعال بلغ نفسك أمامه. كثير الذين هم كبار السحرة اليوم لما قلنا لهم أنتم سحرة قالوا كذابين والله العظيم لا نحلف على المصاحف ونتعالى برا أنفسهم. فلما تواجهوا تفاضحوا وتبين الحق من الباطل. لا نتهم أحدا، ينتبهوا، نحن والله ما قمنا بنرضي أحدا، لكن من أجل أن نطهر البلاد ونرضي للناس ويعيش الناس في سلام. هؤلاء أشد علينا من الرافض، من اليهود، من النصراني، لأن هذا في بيتك ويأكل معك وفي سوقك وعنده جيش يراك ولا تراه. ومن قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فننبه على أننا لن تقوم مقام الدولة. الدولة هي التي تقوم بواجبها، لن نخطو خطوة إلا بها. هي الغطاء لأي لجان مجتمعية، وكل قبيلة ينبغي يدخل الناس يقولون عندك تعال نفعل كذا. كل قبيلة من تلقاء نفسها يجتمعون ويصدرون بيانا، أي واحد منا يظهر أنه يتعامل بهذا فنتبرأ منه ونسلمه للجهات المختصة. أمر هذه الأفعال لا نريد أموال، نريد أفعال. الوقت وقت الأفعال وليس وقت الفيسبوك والواتسابات والتصاريح والكلام
عليه الصلاة والسلام. أما نحن فضل نتفرج، بعض الناس يتصلون تعالوا خرجوا اللي عندنا ما حد بيجي إلا ما تعرشت كل قبيلة من نسيها ما حسيت إليه، لأن الناس تعرف العواقب. يجي واحد مخلف بيدع واحد من قبيلته كلكم تمرون ضده، بعدين يجي الحرب بين القبائل وبين الناس. لا، أنتم أي قبيلة وأنتم رجال الرجال، أنتم رجال، واعلنوها صريحة، كل قبيلة تقرب وتسلم. إلا إذا عرف الساحر سيظهر اسم اللجان المختصة، اللجان كونها ما تذهب تنتهى الرجل، لا ما تذهب، إنما فلان ساحر يوصل إلى فلان ابنك أو زوجتك أو بنتك فيها كذا وكذا، لو سمحت تأتي بها من أجل أن تتبرع. قال لا، اسمها إلى الحكومة، والحكومة هي التي تتصرف. احنا مش حكومة ولن نقوم مقام الحكومة أبدا، وما نريد فتن بين الناس. لما نطهر بلادنا من الرجس نقوم فيما بيننا وبين الله، هذا غلط. نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح، نريد العافية، نريد السلامة، وكلكم لله الحمد. ما حد يرضى بهذا الذي حصل. مش أنا الواحد المتضرر، مش أنا الواحد الذي قتل أهله وتأدى أبناءه عشرات مئات الأسر. والله راسي ينفرق السيف من الأخبار التي أسمعها. هناك في السعودية يتصلون علي قالوا أعمالنا تشتتت وأصبحت الديون علينا، ناس تجار فلسوا بسبب السحر واعترفوا السحر بذلك. قال كيف عندنا ذلك؟ أن الناس غافلة، ما تعرف أذكار الصباح، ما تعرف أذكار المساء. الواحد ينام والجوال عند راسه، عنده يغني فيصل عربي ولا أبو كلثوم فرحانين، أصحاب السيارة كلهم يشوفوا الأغاني مرفوعة، وأصحاب السيارات والمخزن جالس من بعد العصر لما آخر الليل يذهب وينام، وله ذلك أذكار النوم. وهكذا اخترقتنا الشياطين، الشياطين وجدت مرتعا، والناس السحرة بلا شغل، هذا يوصل وهذا يكتب وكذا، وأكثرهم نساء. سبحان الله، حتى الله عز وجل لما ذكر ذلك السحرة أنفهم، فقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. ما قالوا من شر النفاثين، ومن شر النفاثات في العقد، لأنهم اليوم يقول لك 7 عقد اللي يستعمر الشياطين، إذا سوى عقدة ينفذ روح شيطانية يربطها الثانية بهذه الطريقة وهكذا إلى أن يسحرها، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. حاولوا عشرات مئات المرات معي لم يستطيعوا إلا قليلا، ثم أتوا للأطفال الصغار. تصوروا عندي طفلان من 1.5 سنة فعلوا لهم سحر، فعلوا حتى الأطفال من البداية يجدون الأطفال ويسحرون. ثم يأتي واحد يقول لا أحد يتكلم، مساكين هذول لا مغشوشين. أبدا، لن نرحم السحرة، لن نرحم السحرة، والله الذي لا إله غيره. لو كان الأمر بيدي لحكمت بإعدامهم وصدهم في الشوارع. قوموا حتى لا يفكر جديد أنهم يتعامل بالسحر، حتى يكونوا عبرة لغيرهم. فإلا لو سكتنا سنفسد عظيم بعد 4 سنين 5 سنين إلا وإلا في مملكة فرعون. ما بيرسل ربي موسى عليه السلام، ما بيرسل. إذا ما قمنا نحن لن يرسل الله لنا موسى. فيا عباد الله، لا حلمون أننا فرحانين بهذا، والله إننا أجبرنا، قسم بالله أننا أجبرنا، ونعرف أنها طريق فيها مخاطر
طلاب نجاة قبل أن نكون طلاب حياة. نموت ونحن ندافع على دين الله ولا نكون مثل الثيران ونحن أخرس لا نتكلم ولا نتكلم فيما لا يعنينا. انتبه، إذا ما استطعت أن تنصر بالمال أو باللسان أو بالقلم أو بالدفاع فلا تكن بطلا لأهل الباطل والدافع عن أهل الباطل كائنا من كان. سلك هذا الطريق فعليه إلا القتل، وهو الله شريعة رب العالمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حد. لا حد يتفلسف واحد يخلي يقول لي لا هذه يعني ايش؟ هذه الروحانية، هذه اجلس انت والخربطة حقك هناك. نحن صدقنا الله ورسوله، نكذب الله ورسوله ونصدقك انت. صدقك انت ونكذب الله ورسوله. احمق احدث. لذلك عباد الله اخيرا الله في التعاون وبركاته. تعاونوا مع رجال الامن. ومن هنا اوجه شكري لرجال الامن في المحافظه، متمثله في المحافظه، متمثله في مدير الامن، متمثله في شرطه الاداب والشرطه في مديريه بيفعه والنيابه والشرطه والامن. نشكرهم على التعاون ونريد النزول في كل المديريات والقرى لتصفيه البلاد ونعيش في امن وامان وسلام. قسم بالله صاروا ياتي على بيت يدمرنا خير من ان يدخل ساحر ويفسد علينا ابداننا وعقولنا واولادنا. 20 سنه ونحن في حرب وفي مواجهه، وبعد 20 سنه اظهرهم الله وكشفهم الله. ضربهم الله. ما كان الناس من مرة أفعل خطبة يقولون أنت محول، أنت كذا. لا، أنا عارف أن فينا دخل، والآن انكشف الله أسماء يشيل منها الرأس. كلهم يعتذرون: نحن سوينا، نحن سامحونا، نفعلوا. نريد أولا فكوا الأسحار التي غشيت بها الناس ولكل حادثة حدث. قتلتم واحد يقتل كل ساحرة إلا وقتلت أهلها. قتلت أهلها. أمس اكتشفنا ساحرة إيش فعلت؟ قتلت زوجها وسوت لأولادها شتات تفرقة. لأولادها زوجها مقتول وقالت أنا فعلت وهذا الذي فعلته. أي جرائم هؤلاء يعيشون بنا الذي ما رحمت زوجها ولا أهلها ترحمك أنت يا رجل يتبعك. واحد قالت أنا فعلت الفلانة عشان ما يجي هالمال. قالت قبل 20 سنة إذا خرجت وصلت 4 أشهر يخرج وتجيني كوابيس ما يخرج. قالت أنا فعلت، أنا الذي فعلتها. مجرمين. ثم يأتون يقول لا تدور على مساكين. ما هم مساكين، هذول سكاكين، هؤلاء شر، هؤلاء بلد. تطهر منهم ما يطهرها فرد يطهرونها الجميع. دعوة للجميع الإعلاميين وخاصة ما أدري اسمها حق ميفعة الذي عملت كبيرا، ونطالب بالإعلاميين جميعا أن يقفوا موقفا واحدا. وإذا حصل خطأ واتهم شخص ليس معنى أن العام كله بعض الله الذي يتهم هنا في لجنة يتفاهموا ويخرج براءة. والله ما نتمنى حتى الساحر للجيرة، نتمنى أن يكون بريئا، لكن ما نتستر على الباطل وعلى الشر وعلى الفساد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنب بلادنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، اللهم اظهرهم، اللهم اعرهم يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا بالسحر اللهم فاشفه، اللهم فاشفه يا رب العالمين. اللهم انزل على بدنه الصحة والعافية،
اللهم أبطل سحر كل ساحر، اللهم أبطل سحر كل ساحر، اللهم أبطل سحر كل ساحر. وعليك بمن يتعاون مع السحرة والمشعوذين، اللهم كن عونا ومعينا وظهيرا لرجال الأمن في المحافظة، اللهم احفظهم وكلهم عونا ومعينا رجال الأمن والشرطة والمحافظ ومن معهم لمحاربة السحر والسحرة وكل شر وفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، احفظ دول الخليج من الحروب يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. وعليك بالشيعة الرافضة وباليهود وبالنصارى ومن عاونهم وساعدهم، كن عونا ومعينا لإخواننا في فلسطين. اللهم انقذ إخواننا السجناء، اللهم انقذ إخواننا السجناء، انقذهم من المجرمين ومن مات منهم، وارزقه الجنة العالية يا رب العالمين، وارزقه الشهادة، وارض عنا وعنه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقوم